الحلقة دي حلقة مهمة زي ما كنت باقول لك في أول الintro بتاعنا وفي كلامنا لإن هي توثيق للحدث. أنت هتتحكي لك الحكاية لأول مرّة من بطلها. أنت احكم زي ما أنت ما عايز زي ما زيزو ما قال، أنت احكم زي ما أنت ما عايز، وهي دي فايدة الإعلام. هيبقى قدامك شخص لمدة عام كامل أنت بتسمع الرواية من أطراف عدة، لكنك عمرك ما سمعت الرواية بتاعته. فإحنا في الحلقة دي بنسمع الرواية من بطلها كابتن أحمد سيد زيزو. طيب نرجع قبل الفاصل. قلت لي إنه جه عرض نيوم، لقيت نفسك بيجي لك تيكت، بتسأل نادي الزمالك التيكت بتاع الكشف الطبي ده إيه؟ قالوا لك لا إحنا ما إذا موضوع العرض ده إحنا ما نعرفش عنه حاجة. عملت إيه؟ بس خلاص طب انا جاي ليه؟ مم. انا جاي النادي دلوقتي عشان اخد اذن سفر ان انا هسافر. انا جاي النادي ليه؟ مم. لا احنا ما نعرفش حاجه، احنا جايبينك عشان تجدد. بجد؟ طب يلا ناخد ميعاد عشان نجدد. فعلا فعلا. قلت لهم كده، طب يلا يلا، بينا طب يلا نجدد. يلا عايزين تجددوا، يلا انا مستعد. اه يلا بينا. قعدنا في ال برضه مجلس الاداره كله كان موجود. مم. يا جماعه بص، انا امتى القعده كان في شهر وتفاصيلها؟ 8. بص انا مش فاكر بالظبط المواعيد، بس هو ماشي في شهر 8 ماشي. قبل ما الانتقالات تخلص، يعني يوم 30/8 او 31/8 ما اعرفش ايه. 24 24. ماشي. عايزين نجدد. فلقيت الموضوع يعني الناس مش يعني ما تسلم. عندهاش القدره او ما بتتكلمش في موضوع بجد. مم. يعني اللي هو جدد خلاص، يبقى انت مجهز حاجاتك ومجهز في السنه كذا شكل مفيش. الكلام كان ازاي؟ يعني ايه طلباتك الماديه؟ طب احنا نقدر ندفع كذا، ما نقدرش ما ندفع انا هقول كذا. لك بقى على جمله اتقالت في القعده ده اللي بدأ فيها بقى كل الثمان شهور اللي فاتوا. ايه بقى؟ احنا قعدنا عايزين نجدد لزيزو، اوكي يلا بينا نجدد، احنا موافقين. طب طلباتكم ايه؟ كل اللي اتقال في القعده، هي خلصت في 10 دقايق. كل اللي اتقال في القعده: يا جماعه والله انتوا جاي لكم عرض بتاع زيزو من يوم. مم. اكيد انتوا عارفين القيمه الماديه بتاعته كام، مم. القيمه الماليه بتاعته كام مم. لزيزو مش للنادي. ايوه. فبالتالي انتوا شوفوا تقدر تقدر. تقول لي انت كان جاي لك كام في اليوم؟ 5 مليون دولار في السنه. ده عقدك انت؟ عقد انا. كام بجد؟ والله العظيم. 5 مليون دولار غير ال 5 مليون دولار اللي هياخدهم الزمالك؟ غير ال 6 مليون دولار اللي هياخدهم الزمالك؟ غير. ما زغللتش في عينيك انه طالما يا جماعه عايزين نطلع اقول انا هطلع اقول واخد الفلوس؟ هو برضه انا عايز اعرف انت هو كنت مشكله. بتفكر في ايه ساعتها؟ انا بص يا ابراهيم، انت دلوقتي قاعد في مكان مم. المفروض ان انت بتبني معاه يعني مش عايز اقول كلمه تضحيه برضو عشان ده مش تضحيه. مم. ما رفضت عروض قبل كده بمبالغ كبيره، فبالتالي انت عندك وجهه نظر معينه ان انت عايز تقعد، عندك الشغف ان انت تاخد بطولات ويبقى عندك جمهور والحاجات دي كلها. انت كنت عايز تقعد اقعد فين؟ في الزمالك؟ ده واحد 6 سنين بيعمل كده. 6 سنين بيعمل كده، مش انت هو بتحكي مش وبتقول كلام. للمشاهد حلل، صح كده؟ بالظبط. اه انا مش محتاج اقول انا كنت عايز ولا ما كنتش عايز اه اقعد. آه بعد كده اتقال في القعده: بصوا يا جماعه، انتوا معاكم العرض بتاع زيزو، مم. شوفوا انتوا يعني هتخلوا اللاعب يتنازل عن كام، هو ما عندوش اي مشكله، 50 60 70%، مم. وشوف اللي انتوا تقدروا تدفعوه ادفعوه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو انت جالك عرض ب 5 مليون دولار، جالك عرض ب 5 مليون دولار، مم. فبالتالي انت النادي يقدر يدفع له كام من يعني انت واحد جاي اللعيب بتاعكو جاي له 5 مليون دولار في اه السنه، اه فبالتالي هو لو هيتنازل عن 50 40 30%، هل ده بالنسبه لكم اوبشن كويس، ولا انتوا هتعرضوا عرض تاني جديد يعني؟ مم. احنا في تفاوضات. مم. اتخذت الكلمه بتاعت 30 40 50% دي، بدات الحسبه. اذا كان جاي له 5، ده ايه ده يتنازل عن 50%؟ احنا ما قلناش رقم، مم. احنا ما قلناش رقم ولا اتكلمنا في تفاصيل. انت الكلام ده على لسان والدك اللي كان بيتفاوض انه اه شوفوا يا جماعه هو جاي له وانا كنت كذا. قاعد في القعده دي. اه وشوفوا هو جاي له كذا، شوفوا انتوا تقدروا تدفعوا 50% 30%. ونقعد قعده تانية نشوف يعني تقدروا القدره الماليه عندكم كام ونتفاوض يعني. اه بس اتخذت كلمه 30 و40 و50% دي، بدات الحسبه تشتغل في دماغ اشخاص كده. ده جاي له 5 مليون دولار، ايه ده لو اتنازل عن 50% يبقى 2 مليون. 2 مليون ايه ده زيزو عايز 100 مليون.
وبدات القصه بتاعت ال 100 مليون الجميله من هذا جت من هنا بقى، جت من هنا. اللي هو في كلام لما نطلع بقى في البتاع، لما اعلامي بيسال واحد من مجلس الاداره، المفروض ان الحاجات دي سريه والحاجات دي فيها خصوصيه وفيها احترام وفيها كل حاجه، ما حصلش ده. يعني معلش زيزو عايز خليني 60 اسالك مليون، لا ده زيزو عايز اكتر من كده بكتير. طب اسالك السؤال معلش، يعني كابتن مصطفى ما طلبش الرقم، ما قالش انا عايز 100 مليون لزيزو؟ والله ما قال. تحلف بالله؟ والله العظيم ما قال. لا انا بتكلم، بص انا مش هحلف تاني في في ماشي الحلقه، ماشي انا ماشي بقول كل حاجه ماشي بصراحه. برضو زي ما قلت لك، اللي عايز يصدق ما حريه شخصيه، اللي مش عايز يصدق خلاص هو اوريدي صدق اصلا ماشي. كل اللي حصل. اتاخدت من هنا. ده زيزو ده في اعلامي بيسال، ده في زيزو عايز 60 مليون، فواحد من مجلس الاداره المفروض ان هو اللي بيحترم الخصوصيه وان هو بيكبر لعيبته والحاجات دي كلها، لا ده زيزو عايز اكتر من 60 بكتير. احنا اصلا ما طلبناش فلوس، احنا كنا المفروض مستنيين جلسه تانية. ما انت طلبناش فلوس، تحدد. ده احنا بنتكلم على العرض اللي كان جاي لنا بالظبط. وبنتفاوض وبنتكلم في الكلام في وبعدين التصالح حتى لو وفي طلبت فلوس، انا بقول لك ده حتى لو طلبت فلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بكم في فيديو جديد، فيديو رخم، فيديو طويل، فيديو عويط، فيديو هنهري فيه كتير جدا على احداث الرياضة المصرية وعلى اللي بيحصل في الرياضة المصرية وعلى العك اللي بيحصل. انا مش عارف ايه هو العك، بس هنعرف دلوقتي. اللهم صل على سيدنا محمد. خوسيه ريبيرو ولا ريفيرو بقى عشان انتوا جننتونا والله. كان مع احمد شوبير امبارح في قناه الاهلي وقال كلام مهم جدا 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 جدا. زائد هنتكلم في قصه زيزو يا ترى هيروح يلعب كاس العالم مع الاهلي ولا لا، وايه سر تمسك الزمالك الرهيب ده بلاعب. يعني لاعب باعك وخلاص وسايبك وماشي ومش عايز يكمل معاك وخلاص عقده هينتهي، وانت اصلا خلاص اخر ماتش ليك بكره، اخر ماتش ليك في الموسم. انت عايز تقعده اليوم 12/6 ولا مش عارف يوم 14/6؟ ليه يعني؟ ايه الافاده بالنسبه لك؟ يعني هتستفيد ايه؟ ما هو كده كده هيمشي يا عم. هو ما لعبش كاس العالم، انت يعني عايز تحرم اللاعب ان هو يلعب كاس العالم؟ يعني انت ايه كلاحه دي والله بجد. انت رخم. انت كده بتقلم من نفسك. اصل انت نادي الزمالك بتحط اسمك قصاد اسم زيزو اللي هو لاعب عادي خالص. فهنتكلم في كل القصص دي، ولكن الاول اسمحوا لي ارحب بالضيف الدائم على القناه، الضيف اللي وعشان سمعنا بس مش عايزين نغلط، ولكن يعني ازيك يا احمد؟ الحمد لله والله. انت عامل ايه يا معلم؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. ايه يا عم غايب كده بقالك فتره محدش بيسمع صوتك. والله الواحد دخل بقى في فترة احتفالات وبتاع بالدوري ومستنيين الكاس العالم. لا احتفال بالدوري مش مقبولة قوي، ولكن تقدر تقول احتفال بالصفقات. هو الصفقات برضو الواحد لسه مستنيين صفقة زيزو دي اللي هتبقى المتعة كلها يعني. سبحان الله ولا اله الا الله. مستني صفقة زيزو وانت عارف ان زيزو متعاقد مع النادي الاهلي وكل الدنيا عارفة ان زيزو متعاقد مع النادي الاهلي، ولكن مستنيين الاعلان عنه. بس عارف الاعلام برضو بيبقى ليه كده لذة مختلفة. يبقى اعلان طرش يا باشا ان شاء انت الله يعني. لو تفتكر برضو كانت كل الدنيا عارفة الامام برضو جاي، كانت كل الدنيا عارفة اللي بن شرقي، بس برضو بتبقى انت قاعد مستني الاعلان. لا بن انا شرقي، اصلا بن انت شرقي شفت ايه؟ بن شرقي كان في كلام. كان كل الدنيا عارفة، وابراهيم فايق قال لك بنسبة 99 مش عارف 9/10، ولكن كان لسه مفيش تأكيد. انما زيزو ده الزملكاويه بيأكدوا قبل الاهلاويه. نادي الزمالك اكيد لك خلاص. فاهم؟ فالموضوع بالنسبه لزيزو الموضوع خلصان يا باشا، الموضوع خلص. دي حقيقة، بس عارف انت برضو ايه مستني لسه حتة انا حته مستني لا هيعلن عنه ازاي، فاهم الحاجات دي؟ التيك تاك يا باشا. ما انا عارف، قصدي بقى الفيديو نفسه. الفيديو نفسه على ما اعتقد انه هيعدي برضو من قدام الزمالك من النيل. مش عارف والله، الزمالك ده شاف ايام سودا والله. ممكن يقفلوا حتة النيل اللي عندي. ممكن ايه؟ يقفلوا النيل اللي وراهم ده، يقول لك محدش يعدي هنا. محدش يعدي منين. والله ممكن، ما فرق عبيط. ده انا شفت كريم حسن شحاتة اه بيقول لك انا عايز اقول تصريح ومحدش يتريق، بس الكلام ده جاي لي من جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك بيفكر يناشد رئيس الجمهورية
عشان يناشد مجلس اداره النادي الاهلي ياجلوا الاعلان عن صفقه زيزو مش اول يوم من العيد عشان ما يعكرش مزاج الزملكاويه. اقول لك هشوف هم واصلين لدرجه يأس واصله لقد ايه. لا حول ولا قوة الا بالله. يا باشا والله العظيم انا شفت فيديو لواحد زملكاوي بيتمنى ان بيراميدز تكسب الزمالك في الكاس عشان ياخدوا الثلاثية. جاب الثلاثية دي منين؟ قالك ما هو لسه هيتحسب لهم 3 نقط وهيتخصم من الاهلي 3 نقط والدوري هيروح من الاهلي. الناس عايشة في عالم البطيخ اقسم بالله. والله. الناس في البتنجان لا خالص. ده انا شفت بقى كمان حاجه تانية تضحكك اكتر. كان واحد بيقول لك بيراميدز دلوقتي بطل افريقيا والبيراميدز والزمالك هيلعبوا على كاس مصر وانت اخرك هتقعد تتفرج. اظن دلوقتي انت عرفت بيراميدز خد مكان مين. طب ما انت وبيراميدز هتتفرجوا عليا في كاس العالم مثلا. الناس دي متخلفه بطريقه عبيطه قوي. يا باشا والله مصر يا باشا مصر فعلا. المعتاد هنا في مصر ان الاهلي بياخد دوري ابطال افريقيا دايما، صح؟ بالظبط. السنه اللي بتجل منه او السنتين 7 سنين حتى اللي جاله ما كانش في فريق مصري بياخدها في ده ال7 حقيقي. سنين اللي جلت من الاهلي. ده لا حقيقي. زمان بقى، زمان يعني المفروض في مصر اللي ياخد افريقيا الاهلي ومعاه الزمالك. مثلا. دلوقتي بقى اللي بياخد افريقيا اخر سنتين الاهلي، تمام، وبيراميدز. وبيراميدز زي السنه دي. مم. يعني اخر يعني النسختين اللي فاتوا كان الاهلي، النسخه دي بيراميدز. انت فين بقى؟ انت كزمالك اين انت؟ في المركز الثالث. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني مكان مين بقى؟ ما هو الحد يفهم مكان مين. مين انا بينافس؟ بقول لك مين يعني اللي نافسنا على هو الدوري؟ مم. بيراميدز ولا الزمالك؟ مين ايه؟ مين اللي نافس الاهلي على الدوري؟ بيراميدز. بيراميدز. مين اللي خد دوري ابطال افريقيا السنه دي مكان بيراميدز. الاهلي؟ بيراميدز بيراميدز. انت فين؟ في المركز الثالث انت محطة. بقالك ربع قرن، ربع قرن مش عارف تاخد افريقيا. كبيرك بتروح بقول تاخد لك كان كونفدراليه كبيرك. انت اديك شايف دلوقتي حازم امام شعر ابيض اه بيقول لك وقت اخر افريقيا للزمالك حازم امام كان في عز شبابه. ايوه يعني كان اللي لسه في هو بدايته. ايه. كان في بدايته. ايوه انا بقول لك كان لسه اللي هو كان لسه ده فارق عمر يا الاحلام. باشا. كان لسه فارق يعني الاحلام يا باشا كانوا متأملين خير، بس حسن حمدي ضربهم في مقتل. ويعني معلش انا واحد دلوقتي داخل على 19 سنه. يعني انا اه من ساعه ما اتولدت ما شفتش ما لمحتش الزمالك خد